يا المخاطبة مهمة جدا في أي حوار بيتقال بين اتنين، والأهم اللي بيتقال بعديها. أغلبنا بيغفل النقطة دي في وسط التربية، ونرجع نقول ولادنا طلعوا كده ازاي، احنا ما قصرناش معاهم في التربية. لا يا حلو انت وهي، خلي بالكم من الجزئية. كتير مننا بيطلع منه ألفاظ وشتيمة وصفات مش قد كده واحنا بنتكلم مع ولادنا. تيجي تلاقي واحدة بتنده على عيالها انت يا مهبب، انت يا منيل. واحد ينده على ولاده يا خايب يا عبيط يلي. في النهاية ما ترجعش تلوم غير نفسك، تقول هو طلع عامل كده ليه، شخصيته ضعيفة ليه. ما هو انت اللي نقشت ده فيه، انت اللي في كل ندائك بعد ايام مخاطبة لازم تحط البصمة دي. وخلي بالكم ان زي ما بتلاغي ابنك او بنتك هتلاقيه. اقول لكم ازاي؟ يعني مثلا لما يكون عندنا طفل بيلعب رياضة وعايزين نشوفه بطل، لازم في كل كلامك تكلمه على اساس ان هو البطل. لما تندى عليه تقول له يا بطل، قدام الناس تقول لهم اصلا انا ابني بطل. لما تتكلم بالصفة دي هيركز طول عمره انه يفضل يجتهد عشان يبقى بطل. حتى لو ما بقاش بطل، على الأقل هو ماشي في التراك السليم. لما يبقى عندك ولد من الولاد ونفسه لما يكبر يصاحبك من وهو صغير، قول له يا صاحبي. هيتعود وينشأ على هذا الموضوع، ولما يكبر هيبقى سهل انه يصاحبك احسن ما يبعد عنك وما تعرفش حاجة عنه وتتفاجئ ببلاوي جاي بيها. اكم من الناس لما بيتقال لهم وهم صغيرين الدكتورة راحت الدكتورة جت، في النهاية بتطلع دكتورة حتى لو هي مش عايزة، لانها اجتهدت وعايزة تركز طول عمرها تثبت لك ان هي قد المسؤوليه وقد الصفه اللي قلت لها عليها دي. وخلي بالكم سيدنا النبي اكم من الاحاديث اللي وصانا بيها واحنا بننده لاولادنا ونتعامل معاهم. لكن كتير يا جماعه من الابهات والامهات غصب عنهم بيبقى على لسانهم على طول كلام مغزي، كلام يخلي الشخصيه تضعف. وشوفت في حياتي كتير غصب عنهم طلعوا شخصيتهم ضعيفه، لان ابوهم وامهم ما كانوش يندهوا لهم غير يا عبيط يا متخلف يلي. كتير مننا بيقول ألفاظ من دي وأكتر من كده كمان، وأنا عارف وانتوا عارفين. ركزوا في الجزئية دي قد إيه هي سهلة، لكنها في النهاية ليها قيمة جامدة في التربية. التربية أمانة، مش بس إن احنا نأكل ونودي مدارس. التربية بناء شخصية. ربنا يصلح حالي وحالكم ويبارك في كل ولادنا، ويحفظ كل أب وأم بياخدوا بالهم من تفاصيل التربية. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.